الترشيحات للأسف هي فيها 4 منتخبات صحيح، لكن في مواجهة قوية ومباشرة بين المغرب وفرنسا، وهي المواجهة التي ستترك أو سنستغنى فيها للأسف عن أحد المنتخبات المرشحة، واللي أنا كنت نتمنى أن واحد من الثلاثة المنتخبات اللي بنسميها لكم تو هي اللي حتكون زوز منها في النهاية، المغرب، الأرجنتين، فرنسا، رغم قوة اسبانيا في الشكل الفني وفي قدومها من الخلف. المغرب تقابل فرنسا في الدور القادم، اسبانيا بلجيكا، النرويج انجلترا، وفي المباراة الأخيرة يلتقي ميسي مع سويسرا، أو عفوا الأرجنتين مع سويسرا. أبدأ في محور مهم وآخر يتعلق بالدور القادم، عنوان يتصدر الكثير من الصحف، وهو الاستنزاف البدني، لإضافة أولا دور آخر بعد دور المجموعات وهو دور 32، ومباريات عديدة انتهت بالأدوار أو بالأشواط الإضافية. من يستطيع النجاة حتى النهاية؟ هذا في علم الغيب معناها، ولو أنه نتحدثوا على تطور الأساليب العلمية، تطور الاستشفاء اللي يقع حتى بعد المقابلات، وعلى الحمامات الطبيعية بالثلج وغيرهم ونعتبر وانه اليوم شوف اذا كان فما حافز هو كأس العالم، معناها اللاعب اذا كان فما حافز باش يوصله هو كأس العالم. تقول لي استنزاف، انت عندك بالقانون عندك 26 لاعب، اذا كان انت تركز على 13 و14 لاعب تواصل معاهم الى الاخير، معناها عندك مشكله مش قادر باش توصل الى الاخير. نعتبر لهنا وانه الحقيقه معناها في صوره اوليه، وانه اذا كان فما منتخب عنده مثل الفريق الاصلي مثل البنك نتاعو تقريبا هو المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي عنده دكه ما شاء الله قوية جدا، وبالتالي المنتخب الفرنسي ربما يكون اللي عنده أكثر إمكانية، وأنه سيكون نفس بدنيا في الثلث الهجومي عندهم موفرة لاعبين بدنيا، أو الثلث الهجومي والدفاعي والوسط، وما تقولوش ما شاء الله لأن الوضع نرجع لك، تخوفوش جمال، نرجع لك منتخب عادي جدا. لا جمال مرتاح، غدوة حلقة غدوة يا نادر، رجله اليمين تلقاه نرجع لك يهز تلقى كان لقيت رجله تهز، ما نعرف ان الوضع. نرجع لك بإيجاز شديد السؤال اللي وجهته لنادر. أنا نرى فما زوز فرق لو تمر من الدور القادم ستشاهد أكبر مفاجأة، هما المغرب والنرويج، لأنه النرويج فريق يمشي بصمت كبير، وعنده تقريبا تنظيم دفاعي وسط ميدان، وفي الهجوم عنده انسان غير عادي. فاعليه المهاجم هالاند هو لا فريق كامل مش وصل الغادي، فريق كامل عطاها 8 الجاتوزو هذا عطاها ذهابا وايابا. والمغرب لو يمر من فرنسا سنحتفل نهار 19 جويلية، سنكون في نيويورك إن شاء الله. جمال، الحديث على هذا الشق البدني مهم بالنسبة لمنتخب المغرب، ومهم أيضا من جانب آخر للمنتخبات التي لديها لاعبين أعمارهم كبيرة لكن جودتهم مهمة في الملعب، لا يمكن الاستغناء عنهم مقارنة باللاعبين اللي موجودين في البنك. هذا الاستنزاف مرهون بإنجلترا بالدرجة الأولى، الأرجنتين بالدرجة الثانية. هذه المنتخبات ماذا ستصنع في ربع النهائي لمواصلة العمل بنفس الضغط البدني الموجود في المونديال؟ هو صحيح المونديال مختلف، الاستنزاف البدني أيضا اليوم لم يعد متعلق فقط بالمباريات، بنمط المباريات وإيقاع المباريات أو بخوض 120 دقيقة فقط، يعني وأحيانا إلى الضربات الترجيحية. هو أيضا مرتبط بالمسافات التي يقطعها كل منتخب. صحيح. لأنه اليوم مثلا المنتخب المغربي أكثر منتخب قطع مسافات عبر الطائرة، يعني التنقلات، لأنه من ولاية إلى أخرى، المكسيك ثم العودة.
فهذه كلها ايضا عوامل اليوم. والتوقيت ايضا، لانه التوقيت ملي كتكون مقابله مبكره هذا ايضا، ونادر يعرف هذه الامور اكثر منا. حتى الاصابات، يعني نسبة الإصابات تزداد أكثر يعني بالنسبة للاعبين. لأنه لماذا نتحدث عن مونديال يجرى في 3 قارات، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، زائد أنه كل ولاية يعني داخل الولايات المتحدة الأمريكية مثابة دولة، لأن التنقل من ولاية كأنك تتنقل يعني من دولة إلى أخرى. ولكن الإيجابي أيضا أنه اليوم أيضا تطورت الأمور، الجوانب العلمية، جوانب الاستشفاء، جوانب يعني المحافظة على جاهزية اللاعبين. هذه الأمور أيضا تطورت كثيرا يعني بالنسبة للمنتخبات، وبالتالي أصبحت تجد الحلول، مثل ما مثلا وجدها المنتخب الأنجليزي أمام المكسيك، لأنه خاض مباراة في ارتفاع يعني كبير عن سطح البحر لم يعتد عليه لاعب المنتخب الأنجليزي، لأن أعلى ارتفاع في إنجلترا لا يتجاوز يعني 200 متر. فبالتالي هذه أيضا ظروف واختبارات بالنسبة لهذه المنتخبات. والجميل أيضا أنه عدد من المدربين لا يختبئون يعني خلف الأعذار، لا يختبئون خلف المبررات حتى يحافظوا على الجاهزية الذهنية للاعبيهم أثناء إجراء المباريات. نادر، باختصار حول هذا الموضوع، إنجلترا في وسائل الإعلام وفي الصحف هي المنتخب الذي متأثر، خاصة من ناحية المشاهد اللي شفناها بعد المباراة، سقوط بلينغهام، عدم قدرته على التنفس إلا بصعوبة. هذه مؤشرات تقول بأن منتخب إنجلترا استنزف. لها أسباب منطقية جدا في كرة القدم من وجهة نظري. طبعا مهما تطور الاستشفاء وحداثة، يبقى شيء مهم، معدل العمر للاعب، سرعة الاستشفاء للاعب اللي تحت 30 سنة يختلف. على فهنا دائما بتحط في المعيار معدل أعمار كل منتخب، هذا سبب رئيسي. والسبب الثاني والأهم هو استحداث البطولات، وفرة المباريات خلال الموسم. لأن أنا لا أختزل المشاكل البدنية أثناء البطولة في كأس العالم في حد ذاتها. نشبهها لكم ونقرب الصورة. سيارة ماشية 50,000 مش زي سيارة ماشية 100,000. كل ما يستهلك اللاعب من خلال المباراة لاحظنا معناه استحداث البطولات. اليوم لما أنا أشرت لنقطة الشامبيونز ليج مهمة، معدل الكيلومترات اللي تقطع أثناء مباراة الشامبيونز ليج أعلى كيلومترات، بالتالي اللاعب يستنزف في حاجة اسمها مخزون بدني للاعب. اليوم الأدوار النهائية في كأس العالم نسبة 90% يلعبوا في الشامبيونز ليج، يلعبوا في أوروبا. في استحدثت بطولة الأمم الأوروبية، بطولة أمم أوروبا، بطولات الكأس، حتى السوبر بدأ يلعب من نصف نهائي وربع نهائي، الدوري الاتحاد الإنجليزي. فالبطولات والكل اللاعبين لاحظنا يعاني، أصبحت الراحة قليلة جدا أثناء الموسم. فاللاعب يجي لكأس العالم مجهد. اليوم مهما تطورت سبل الاستشفاء، أعتقد اللاعب حيواجه مشاكل كبيرة، خاصة إذا قورن هذا الشيء بالتركيز الذهني. لأن أكثر شيء يرهق اللاعب إلى جانب المجهود البدني والجري أثناء الملعب لما يفكر اللاعب. كل ما يمشي لأدوار متقدمة كل ما بيزيد نسبة التفكير في اللاعب، فبالتالي نسبة الإعياء بتكون أسرع. اللاعبين اللي جو وانت درت معنا أشرت للمنتخب الإنجليزي، المنتخب الإنجليزي يلعبوا في أكثر عدد مباريات، مجهود البدني في الدوري الإنجليزي أعلى، يجروا أكثر، يلعبوا في أدوار متقدمة في الشامبيونز ليج. اللاعب يجي مرهق لكأس العالم، وخاصة لاحظنا الدور الأول يقدر يتكيف. اللاعب عنده فرصة يعوض، لكن كل ما يمشي للأدوار الإقصائية أعتقد المجهود البدني له تأثير مباشر. بكل تأكيد. وحالمباريات هذه حنشوفوا فيها الاختلاف. شيء أخير حنتكلموا عليه اليوم قبل الحديث الفني والذهني وما سيجريه المنتخب المغربي، أو كيف سيجاري المنتخب المغربي منتخب فرنسا في ربع النهائي، وسنتحدث عنها باستفاضة غدا. لكن التعيين لطاقم التحكيم هو شيء مسبق أثار الجدل
قبل مدة مخاوف كثيرة، طاقم تحكيم أرجنتيني لمواجهة المغرب وفرنسا. كابتن فتحي، عندي سؤال واحد وصريح. إثارة الجدل بدأت من جانبين في هذه المباراة. الحكم هذا يدير هذا اللقاء، وأول مرة في تاريخ المواجهات الإقصائية في كأس العالم طاقم التحكيم كامل من دولة واحدة وهي دولة الأرجنتين. ثاني شيء، الأرجنتينيين يثار حولهم الشكوك حول صناعة ما يمكن مساعدة منتخب بلادهم للحصول على اللقب. كل هذا يبقى بين نظرية المؤامرة وبين كفاءة الحكم فاكوندو تيلو. شوف أنا مش معك الأبعد. أنت مشيت ربما في كونه كامل الطاقم أرجنتيني، إذا سيعطل الفريق الفرنسي، لأنه الفريق الفرنسي باش يقع في 2. أنا مش معك أكثر، مش هذا. من أدار مقابلة مصر والأرجنتين؟ طاقم تحكيم فرنسي، وكانت تهم بكونه سيعطل الفريق الأرجنتيني، ولكن في النهاية ما عطلش الفريق كأنهم يرسمون مشهد في النهاية تقسم. ما عطلش الفريق الأرجنتيني. إذا كان عطل الفريق والفريق المصري، إذا هديتنا عدت إلينا. أنا حطينا لكم، هكا ساعدناكم احنا مع مصر. هيا توا سيدي أنا نمشي معك في البعيد أكثر. أنا حطينا لكم كلهم طاقم تحكيم أرجنتيني. أنا خايف على المغرب، خايف على المغرب. وقت اللي تحط لي 5 من نفس البلد نفس الطاقم التحكيمي، خاف عليه، لانه ما فماش نظره اخرى. واذا كان فما التعليمات تمشي في اتجاه واحد، انا خاف على المغرب، لاني انا ما ننساش 2022، ما ننساش النصف النهائي نتاع فرنسا والمغرب. وتحدثنا وقتها وجبتنا على ضربه الجزاء وبالتالي انا خايف، وانه طاقم التحكيم ربما طاقم التحكيم الارجنتيني يقول طاقم التحكيم الفرنسي هو هديتكم رجعت اليكم. جمال، نبي نسألك من جانب مطمئن جاي شوي. خاف جمال. ايه حسيتها نظرته رجله تهز. جمال مادام رجله وترتوه. ما عادش عندي هلبة وقت. هاي بنعطيك دقيقة انت ودقيقة نادر. باختصار، اليوم الحديث عن طاقم تحكيم الدقيقة بتاعي. شكرا. اسست من مهاجم، شيء مختلف هذا. الحديث عن طاقم تحكيم ارجنتيني كامل لمواجهة فرنسا والمغرب فيه الكثير من الشكوك، لكن في شيء مطمن، هي قدرة الاتحاد المغربي وقيادة فوزي لقجع للائتلاف الافريقي في حزب انفانتينو. يبدو مطمئن نوعا ما من اي مؤامرات قد تحاك. هو شوف، الحكم هو بروفيل. هذا الحكم كان هو كان قاد مباراة المغرب والمنتخب البرتغالي، وحكم معروف انه يشهر البطاقات الصفراء يعني بكثرة، وحتى البطاقات الحمراء بكثرة. في هذيك المقابلة كان شديرة، كان دخل بديل في ظرف 6 دقائق، بطاقة صفراء أولى وبطاقة صفراء ثانية يعني، وفي النهاية خرج يعني بطاقة حمراء. هو حكم معروف بأنه يعني كثير البطاقات. والجدل بخصوص تعيين الطاقم للفرنسي، وكان في البداية جدل يعني أرجنتيني حول تعيين طاقم فرنسي لمباراة الأرجنتين مع مصر، ومخاوف من أن يؤثر الحكم على أداء المنتخب الأرجنتيني. فبعد ذلك بعد الاحتجاجات تردى بيير كولينا رئيس لجنة الحكام يعني في الاتحاد الدولي بتعيين طاقم تحكيمي أرجنتيني لقيادة مباراة المغرب وفرنسا. فبالتالي وكولينا يريد أن يوجه رسالة وأنه يحمي الحكام، وأنه الحكام هنا لا يتأثرون بما يتأثر به المشجع أو بما يتأثر به الإعلام. هذه هي الرسالة. بالتالي لا يمكن يعني أن نصدر حكم مسبق على كيف سيكون أداء يعني الحكم. اللقطات والمشاهد هي التي يمكن أن تعطينا تقييم. أنا أعطيتك سؤال اليوم باش غدوة كان صارت حاجة ما تقوليش شنو يكلموا بالتليفون، نقول لك راهو حضرناك من أمس. إن شاء الله إن شاء الله المنتخب الوطني المغربي يكون مركز ويعبي الشباك يعني في هذه المقابلة، ويصل إلى الشباك
ويقدم واحدة من أفضل مبارياته، ولنا ثقة كاملة في المنتخب الوطني ومدربي محمد وهبي. ان شاء الله. في تواني، في شكوك ولا ما فيش؟ نقطتين هما. النقطة الفنية الأولى نتمنى سيباري يكون موجود في الملعب. غضوة عندك الوقت تتمنى فيها، اعطيني الحكم. عندي القناعة الثانية، أنا قناعة وصلت لها في الحلقة، هي أنك أنت عراب نظرية المؤامرة، تحب نظرية المؤامرة، الأسئلة كلها في قالب نظرية المؤامرة. علاش يا نادر؟ لا قدامك الناس كلها مولع النار والله يطلعني بتاع قربيع لا 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 لا، بالعاني عليك، بالعاني عليك. نتمنى أمنيات والله هو سخني والواقع فور الحلقة قال لي انت هذه شكلها حلقة والله ملك نظرية المؤامرة صراحة. لا والله بريء من فنيا ان شاء الله السيباري يكون موجود في الملعب ان شاء الله باذن الله، مهم جدا وجوده. يسخن اليوم. شكرا نادر، شكرا كابتن فتحي، شكرا جمال، كل التوفيق ليك، حيكون معك واحد من وجوه الخير ان شاء الله غضوة. ايضا الشكر لمشاهدينا الكرام والشكر للكاست الفني الموجود معنا. تقبلوا معنا كل التحيات في حلقة مونديالية جديدة مليئة بالجدل ونظرية المؤامرة، وبإذن الله كثير الحديث حول المنتخب المغربي بإذن الله.